السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس مشان نوصل 1000 مشترك. أنا في داركم. تكفون أيها المتابعين. يا أخي والله إنه قهر، قسم بالله قهر لما تكون تشتغل في أي مكان. تشتغل في أي مكان. أنا أتكلم معكم بصفة أخواني وحبايبي. عندما تشتغل في أي محل تجتهد وتتعب وتعتبر المحل محلك، وتعتبر نفسك صاحب الحلال. تجتهد وتتعب وتشتغل بكل ذمة ضمير، بينما ما تحصلش كلمة شكرا. كنت شغال بأحد المحلات، واحد من الزملاء حقي، من زملائي اللي كنا شغال أنا وهو، قال لي يا أحمد احنا نشتغل ونتعب ونجتهد. شفت مرة من المرات صاحب المحل جاء وقال لنا شكرا الله يعطيكم العافية. ما نشتيش منه زيادة ولا نشتي منه حاجة، نشتي منه ابتسامة بوجهنا، لأن الابتسامة بوجه أخوك المسلم صدقة. مشتيش منه حاجة غير كلمة شكرا ويبتسم بوجهنا. وكأني عندما نجي نشتغل قالوا نجي نطلب رواتبنا نهاية الشهر، كأنك إيش تشحت منه، كأنك تشحت تقول له ما كأنك تائب وتشتغل ومجتهد طول الشهر، مستنى هذا الراتب متى ينزل مشان تصرف على أهلك وحاجتك الخاصة. بينما مزيد يتكلم من وراك إنك أنت ما تنفعش ولا تنفع ولا تشفع ولا. طيب يا حبيبي، طالما أنا ما أنفعش وأنا مش حق شغل، ما لحد الآن ما زال شغال معك، ليش؟ بأي حق؟ تدري ليش؟ لأني أنا في المكان الصح، ما طرحتني في المكان هذا إلا أنت عارف إني مكان قد المكان وقد الشغل وقد المسؤولية، ولا ما راح تطرحني؟ أتجيب واحد غيري في 99 مليون تريليون تريليون غيري. المهم كل واحد يعطف على عماله كيف ما كانوا. يا أخي العمال يتعبوا ويجتهدوا، يبغوا منك حتى كلمة طيبة، كلمة شكرا تكفيهم ويشكروا.